أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل الحقيقة والمشبك. طبعا كلنا لاحظنا في الآونة الأخيرة الصراع الوحش قوي بين إيران والناس الوحشة، وشايفين صواريخ رايحة جاية. الناس كلها خايفة من الانفجار النووي، علشان كده احنا معانا النهاردة العالم النووي الكبير الدكتور شوقي الدمياطي. أهلا بيك يا عالم، عاوزين نخش في الموضوع على طول. ايه رأيك في اللي بيحصل اليومين دول؟ لا طبعا انا مش مبسوط من اللي بيحصل دوت. مش مبسوط ايه يا فندم؟ احنا عاوزين رأي حضرتك العلمي. ايوه طبعا الدنيا لبش اليومين دول، والدنيا اخرها تقل جامد. يعني انت عارف كل مشبك عامل كام دلوقتي؟ حضرتك عالم في الذرة وأستاذ في الطاقة النووية، احكي لنا ازاي بدأت مسيرتك العلمية. والله يا مذيع، انا كنت قاعد على القهوه، الناس تشاور عليا وتقول راجل الذرات اهوت. من ساعتها بقى وانا بتعلم ذرات. طيب ممكن تشرح لنا على عجالة آلية عمل القنبلة لا النووية؟ لا لا، القنبله النوويه وحشه قوي، وحشه، ما حدش يجربها في البيت يا جماعه. حضرتك احنا عاوزين نعرف بشكل علمي ازاي بتشتغل، ازاي بتفرقع. بصي، القنبله النوويه دي جواها حلتين، حله كرنب مسلوق وحله قرنبيط بتوع. فلما بتتضرب المؤاخذة الحلتين بيخلطوا على بعض، توم بقى وقرنبيط وكرنب بتبقى وزرميطه، وجواه بقى نوى بلح زغلول. فلما بتفرقع بتطرطش قوي. طيب وايه وظيفة نوى البلح في القنبلة يا لا فندم؟ طبعا ده اهم حاجه. امال اسمها القنبله النوويه ليه؟ ما عايشين فيها نوى. طيب لو حصل وانفجرت قنبلة نووية تنصحنا نعمل لا ايه؟ بصي، هو اول حاجه دوت النووي ده مش عارف يوصل لدمياط. مفيش اصلا قلق من الحوار ده طيب خالص. ليه دمياط تحديدا يا فندم؟ هل دمياط بتمتلك أسلحة ردع احنا مش معلنين عنها لحد دلوقتي؟ لا ولا اسلحه ولا حاجه، اصل في كمين في داخل الدمياط ما بعديش حد من غير بطاقه. فلو النووي مش جايب بطاقته معاه مش هيعدي. واضح ان حضرتك بتهزر يا فندم. طيب لو تعرضنا لإشعاع نووي ازاي نقدر نحمي نفسنا؟ والله مزمزين، انتوا مقلبزين الحوار بسيط اصلا. لو كل واحد قفل سلك الشباك كويس وحط حته قماش تحت عقب الباب، مفيش حد نووي هيخش لك ولا في اي حاجه. وعلى راي المثل، الباب اللي يجي لك منه نووي سده واستريح. طيب فرضا يا فندم حد ساب شروعات الباب مفتوحة ولا حاجة والنووي دخل. ولا اي حاجه، عود بخور يا ست الكل وهتبخر الشقه، وبعدين تخش تص وشك بشويه ميه. معقولة يا فندم الموضوع سهل كده؟ امال ليه الناس كلها بتخاف من القنبلة النووية؟ لما مؤاخذة يا مزمزيل، اصل العيال اللي بتخاف ديت عيال توتو ما جاعتش. يعني لما مؤاخذة العيال اللي بتلعب بابجي بقى على النت والكلام ده، لكن احنا لما مؤاخذة متربيين على المشبك. واللي عضعض قرص مشبك ما يتهزش من حته قنبله ولا ايه؟ طيب هل تعتقد ان احنا فعلا نقدر ندافع عن نفسنا ضد السلاح النووي لو اتضرب علينا؟ لا يا مذيع، واحنا هفق ولا لا مؤاخذة احنا بنقف نعور برضه. والنووي موجود في كل حته، موجود على رصيف العتبه بتاع روسيا التلاتة ب10، وهو مستعمل كمان في الوكاله لو انت عايز. طيب هل حضرتك تفتكر ان في تطور في الأسلحة اليومين دول؟ لا لا، في تطور كبير. احنا كنا زمان كانت البومبايه في رمضان ما تعورش، دلوقتي عيل في قاعد حته صاروخ في رمضان كنت هتسور فيه. صاروخ ايه يا فندم؟ طيب بص يا فندم، ايه اخر معلوماتك عن الطائرة الشبحية بتاعت امريكا اللي محدش يقدر يكتشفها؟ ولا شبح ولا عفاريت. انت طالما بتصدر 5 فروض مفيش شبح يقدر يخش بعون الله يا جدعان، في ايه؟ يا فندم الطائرة اسمها الطائرة الشبح، لكن هي مش شبح. هو انت فاكرها عفريت بجد ولا ايه؟ سيبك من الاسامي. طب انا مسمي الموتوسيكل بتاعه أبو حنان، هل ده معناه ان هو عنده بنت اسمها حنان؟ بعدين في عندي واحد صاحبي اسمه مهند لؤي، يعني معنى ذلك ان هو مغني مثلا؟ الحق يا ابو الشاب، بيقولوا في صاروخنا اتضرب بالغلط جنبنا والاشعاع جاي علينا. طب ما حد شوف لنا عود بخور يا جدعان.